السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل مع بعض صينية بطاطس بالفراخ، هتعجبكم ان شاء الله. معانا هنا نص فرخة غسلناها كويس بالملح والليمون وبالسكر، وبعد كده نشفتها بالمناديل وحطيتها في الحلة مش فيها حاجة خالص. سخنت الحلة على النار وحطيتهم في الحلة، وحطيت عليهم رشة من الفلفل الأسود ورشة من الملح، وهحط لهم معلقة كبيرة من السمنة، سمنة كريستال عادية خالص. معلقة اللي هي بتاعت الغرف مش بتاعت الأكل، يعني معلقة حلوة محترمة كده. ماشي اهو زي ما انتوا شايفين، معلقة كبيرة كده. وبعد كده ايه، لما تاخد معايا اللون الذهبي هشيلها في طبق. وبعد كده قطعت بصلايه زي ما انتوا شايفين حلقات، وحطيت عليها شويه فلفل اسود، شويه بهارات لحمه، وشويه ملح، وحطيتهم ايه مكان الفراخ. بعد كده قطعت فصين من التوم زي ما انتوا شايفين اهو، فضلت اشوح فيهم دقيقتين 3. ماشي. انا مش عايزاه ياخد معايا لون ولا حاجه، انا عايزاه يدبل بس وريحته تطلع كده. ما شاء الله كانت ريحته جميله. وبعد كده ايه، قطعت طماطميتين ولا 3. ماشي. وبعد كده حطيتهم اهو زي ما انتوا شايفين اهو، وحطيت واحده مرقه وشويه سكر بسيطه اهو، شويه سكر زي ما انتوا شايفين، دي السكر. بعد كده قشرت البطاطس وقطعتها حلقات تكون تخينه شويه، وحطيتهم في الصينيه. ودي فلفلتين قطعتهم وحطيتهم على الطماطم والبصل والثوم. صراحه انا كنت مستعجله خالص، كان الوقت متاخر والولاد كانوا جعانين. ماشي. وبعد كده حطيتهم على البطاطس اهو زي ما انتوا شايفين، وحطيت نص الفرخه واديتها نص كوبايه من الميه، يعني انا زودت كمان حبه غير دول. ماشي. وسيبتها كده على النار، وغطيت عليها ربع ساعة. وبعد كده سخنت الفرن على درجة حرارة عالية، وولعت فوق وتحت ودخلتها الفرن. ماشي. بعد كده هعمل شوية رز بشعرية اهي وهي في الفرن اهي. بعد كده ايه، وانا فاتحة فوق وتحت على فكرة. وبعد كده هعمل شوية رز بشعرية، حطيت السمنة وحطيت فيها الشعرية اتحمرت، بس انا بحب الشعرية في الرز تبقى كتير. بعد كده غسلت الرز وحطيته على الشعرية، فلفل اسود وملح. بفضل ايه، اجلي فيهم كده مع بعض دقيقتين ولا 3، علشان ايه يسخن معايا الرز ويبقى مفلفل. تمام. وبعد كده حطيت له الميه، ولما الميه نشفت من عليه رحت موطيه خالص، يعني بدني سايبه النار عاليه، لما بتنشف من عليه بوطي. وهنا رحت للفراخ كل شويه ابص عليها، جلبت على الناحيه التانية اهو، عشان الفراخ تستوي معايا وتاخد من طعم البطاطس والطماطم والبصل وتبقى حلوه. ماشي. مش تبقى نيه ولا حاجه. تمام. وانا مش بنشفها جو، مش تنشفها جو لان مش عليها الجلد، فالجلد اللي عليها دي بيخلي يعني بيحمي اللحم يبقى طري وحلو. طب هي دلوقتي كنت شايله من عليها الجلد هتبقى ناشفه، الاولاد لو حته ناشفه كده بيقعدوا يشيلوا فيه ويرموا فيه، فمش لها لازمه يعني. وعملت شويه سلطه وشويه ملوخيه خضراء. انا بجيب الملوخيه اغسلها وانشفها كويس واحطها في كيس كبير كده يعني في التلاجة، واخد كل يوم حبه بحبه وبس كده يا حبايبي. يا رب الطريقه تكون عجباكم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله.